السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الكرام، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الوابل الصيب لابن القيم رحمه الله: ومن فوائد الذكر أنه سبب اشتغال اللسان عن الغيبة والنميمة والكذب والفحش والباطل، فإن العبد لا بد له من أن يتكلم، فإن لم يتكلم بذكر الله تعالى وذكر أوامره تكلم بهذه المحرمات أو بعضها، ولا سبيل إلى السلامة منها البتة إلا بذكر الله تعالى. والمشاهدة والتجربة شاهدان بذلك، فمن عود لسانه ذكر الله تعالى صان لسانه عن الباطل واللغو، ومن يبس لسانه عن ذكر الله تعالى ترطب بكل باطل ولغو وفحش، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا رب يا رب يا رب، اللهم اجعل ألسنتنا رطبة بذكرك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يا مولانا من الغافلين برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الكرام، يقول الشاعر: يا رب جئتك مقبلا لا مدبرا، أرجو رضاك كما رجوت المغفرة، فأنا وإن أسلمت أمري للهوى روحا ستبقى دائما مستغفرة، أمارة بالسوء لكن كلما سمعت نداءك أقبلت مستبشرة، أمارة بالسوء لكن كلما سمعت نداءك أقبلت مستبشرة، فاجعل لها يا رب منك كرامة يوم اللقاء مع الوجوه المسفرة، فاجعل لها يا رب منك كرامة يوم اللقاء مع الوجوه المسفرة. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم، ولا تخزنا يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون
إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب اصرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم ثبتنا بقولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. اللهم أحينا عليها وأمتنا عليها واحشرنا يوم القيامة عليها برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك وعظم وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.